ان احنا لغايه النهارده بنتكلم في 2014 عن قضيه الدعم. القضيه دي هي نفسها القضيه اللي كانت موضع نزاع في 77. بسبب هؤلاء الهمج الرعاع وما فعلوه في 77 اصبح لليوم بنلف في الدايره ده عاجزين ان احنا نخرج منها. لو كنا بدانا من ساعتها فعلا في 77 برفع الدعم تدريجيا وبدايه اعاده هيكله للاقتصاد بشكل تدريجي، ما كناش لسه واقفين في مكاننا لغايه النهارده بندور وبنلف حوالين هذه القضيه اللي هي ستنتهي، بس ممكن تنتهي نهايه سعيده بالتدريج لو كنا خدنا وقتنا، ممكن تنتهي نهايه كارثيه. لان هو في النهايه انت هتوصل، لان هذا النظام غير قابل للاستمرار، اللي هو في الاخر هيقول لك هجيب لك منين؟ ما عيش سنه على ما اعتقد 92 او 91 الاتحاد السوفيتي لما كان خلاص انهار ووقع وتفكك وبتاع، الدوله الروسيه ما كانش معاها فلوس تدفع، وصل بيها الحال انها ما عادش فلوس تدفع مرتبات الموظفين. فانت هتوصل لهذه الحاله اجلا ام عاجلا، مش المساله بس مساله امتى. فاللي هو هينتهي. اللي بيحاول بقى ايه دول بقى هذه التيار الاجرامي اللي اسمه التيار اليساري بيمد امد يعني المعاناه لغايه ما وصلنا لكارثه، ويجب الا نسمح له بهذا. بقول لك لو كنا بدانا من 77 كنا وصلنا للنتيجه، الاقتصاد كان تحسن كثيرا عن الوضع اللي احنا فيه النهارده. لكن بسبب الهمج الرعاع الذين يفتخر حامدين بالانتماء ليهم، ما زلنا لم نبارح اماكننا في هذا الامر، بل موضوع الدعم بيزداد ويزداد لغايه النهارده. فعلا واحد يعني لما واحد يقعد يفكر ازاي يتعامل رئيس قادم مع مساله الدعم، يعني لا يمتلك الا ان يرفع يديه الى السماء متضرعا الى الله ان هو يلاقي له حل في هذه الكارثه. ما اعرفش دي ممكن تتحل ازاي يعني، بس اهو بقى الواحد يعمل اللي عليه. ف ده السيد حمدين صباح اللي عايزين يبقى رئيس، اللي هو هيكرس كل هذه المشاكل. وبعدين هذا الرجل لم يتولى في حياته يوما ما منصب تنفيذي له، ولو حتى اداره كشك سجاير وحاجه ساعه. ليس له تاريخ في انجاز اي شيء، ما قدرش اي مجموعه من البشر. كل ما فعله هو مجموعه من المظاهرات في الشارع. مش عارف ده هيبقى رئيس ازاي، يعمل ايه؟ هيعمل مظاهرات برضه؟ هيبقى رئيس يعمل مظاهرات زي ما قلت كده؟ اكبر مثال على المزايدات، عندما ينتقل مزايد من موقع المزايده لموقع السلطه ويتعرى تماما، هو كمال ابو عيطه وزير القوى العامله اتفضح وغار في 60 داهيه، بس يجب نستخدمه كنموذج. احد برضه الامثله رغم ان هو ليس يساريا يعني، الامثله اللي هو محترف المزايده اللي هو اول ما تولى السلطه بيتعرى تماما وده انفضح، هو الحاج مرسي الفكر، هو وجماعته الاجراميه دي. 80 عام من المزايدات، سنه واحده اتفضح، ودي والنهايه مرمي زي الكلب في قفص الزواحف، وجماعته عاملين زي المطاريد. فيعني كفانا استماعا للناس بتوع المزايده وبتاع. انا اصدق رجل يطالبك بالعمل عن رجل يقول لك انا هعمل لك واسوي لك، هدي كل مش عارف واحد 1000 مش عارف ايه، هيدي لكل واحد مش عارف 10000 جنيه ما اعرفش ولا 1000 جنيه فدان ومش عارف كام الف. ايه يعني الراجل ده بيتكلم ناس هبله ولا في ايه يعني؟ هي المفروض التصريح ده كان يكون نهايه حمدين صباح، اللي هدي وهعمل وده فيه مش عارف 60 مليار يعني. كفايه عشان خاطري اسمعوا كلامي ولو مره، جربوا. كفايه اللي حصل لنا، قعدت اسب الدين واحذركم ايام زفت خارة مرسي وزي البهايم ولا مرسي وشفيق بيننا وبينه، ده ادينا وصلنا شفنا النتيجه وصلت لايه. فيعني ايه كفايه حماقه، ونرجو ان احنا يعني ايه يكون اختيارنا المره دي الاختيار الصحيح. وراجل واضح المرشح الاساسي اللي هو المشير عبد الفتاح السيسي، واضح الراجل ما بيعادكش يعني بالايه اعملها لك جنه وهنبقى حياتنا، لا قال لك اشتغل، لازم نشتغل. وانا افضل مرشح صادق بهذا الشكل عن بائع الوهم، سواء بقى وهم اسلامي او بقى وهم يساري. لا انا افضل الرجل الصريح افضل، بيقول لك اشتغل، ده صدقني ده اللي عايز مصلحتك. انما التانيين دول عايزين يركبوك وهيودوك في داهيه، في النهايه لا هتشوف حاجه من اللي بيقولوا عليه وهتروح وحالتك هتزداد سوءا. اللي قاعد يغني لك بقى العرق الغلابه وده حامدين مع الغلابه والعداله الاجتماعيه بتاع ده بيوديك في داهيه اكتر. اللي عايز برضه في نقطه عشان يعني اللي مش فاهم فاكر ان الموضوع مثلا ايه، اي رئيس دوله في العالم يتمنى ان مثلا الاكل والشرب والبنزين يوزعوا ببلاش على الناس. ده حلم اي رئيس دوله عشان يطلع يريح دماغه، ما هي دي المشاكل. ولو حصل اي اهتزاز في الامور دي عارف ان هو هيتبهدل وهيطلع دين امه واحتمال يتسحل في الشوارع من اول امريكا لغايه الكونغو. هو ده حلم رئيس الدوله، ان اسعار السلع الاساسيه تبقى ثابته وكويسه وان الناس تستطيع شرائها عشان يهدوا، لان عارف ان الناس لو طلعت عليها هتبقى كارثه. فمش يعني لو طال كل رئيس انه يعملها هيعملها، لكن ده مش متوفر، مش باستطاعه اي دوله في العالم انها تطبق، بما فيها برضو امريكا. انما لازم نبقى منطقيين يعني. مشكله الدعم ده عامل يعني تكلمت اكثر مره عن العالم الموازي الذي يعيش فيه الاخوان. احنا كلنا عايشين في حاجه، شايفين حاجات بتحصل الا اخوانه هو شايفها، لكن تفسيرها عنده دي حاجات مختلفه تماما، عايش في عالم وهمي. يعني مثلا لغايه النهارده بقى بقابل الناس يقول لك ايها المجرم ها هو الانقلاب يسقط، ها هو السيسي يتهاوى بتاع السيسي هيبقى رئيس،
والاخوان باين 25,000 مرميين زي الكلاب في السجون، ونسوانهم دلوقتي تحت عواميد الدور بتصطاد رجاله ب 5 جنيه عشان مش لاقيين ياكلوا، والكلاب التانيين قاعدين في خطر وهيبقوا بيدوروا على ملجأ بعد شويه، وطلعان دين ابوهم ومفيش جماعه اساسا هتبقى اسمها الاخوان، واي كلب منهم هيداس بالجزم. وهو طبعا بيكلمك بيقول لك ايه، ها هو الانقلاب يسقط. فده عالم موازي، يعني هتقعد تتكلم في ايه؟ الدعم بقى هو العالم الموازي بس على المستوى الاقتصادي. انت حاجه بجنيه بتديها للمواطن ب 10 صاغ، هو لما انت اديتها له 10 صاغ خلاص نسي موضوع انها بجنيه، هو بيتعامل معاها انها ب 10، هو جابها ب 10 صاغ، فبيتعامل معاها على انها ثمنها الحقيقي 10 صاغ. فلهذا بتجد المواطن المحترم بيروح يجيب عيش وياكله للفراخ مثلا، رغيف العيش اللي هو ثمنه ما اعرفش كام، وصل كام، ده ثمنه الحقيقي يعني. لكن المواطن لانه بياخده باين بالشيلين ولا ب 10 صاغ بيروح يديه للفراخ، لان هو ده ثمنه عنده، انت معيشه في عالم وهمي. جميل جدا الامر ان الدوله تدعم الفقراء وبتاع، بس الامر ده لن يستمر، مش هتقدر، ما فيش دوله في العالم تستطيع انها يستمر هذا الامر، فيوم ما سينتهي. فمن الاقدر ومن المصلحه العامه انه ينتهي، والناس تبقى عارفه كده، وهينتهي تدريجيا واحده واحده عشان نخلص من القصه دي، لانه غير قابل للبقاء. دي مشكله الدعم، انت تعيش الناس في عالم وهمي اقتصاديا، عالم خرافي غير حقيقي. مش كده لو اصطدموا بالواقع تبقى مشكله، يعني اديت السعر الحقيقي للحاجه كارثه. فيجب التعامل مع المشكله. وشكرا لتيار اليسار المصري العظيم، هؤلاء مجموعه المهرجين اللي هم وصلونا ان احنا في نفس النقطه اللي كنا فيها في 77. ده يعني نتيجه طبيعيه للاستماع والقلق، وده عيب من الدوله. لو كانت الدوله سحقتهم بالفعل، والسادات يعني ضغط وصمم على اللي عمله وسحقهم، ما كناش كنا اتحركنا في هذا المحور، كنا وصلنا لشيء جيد في هذا الامر، بدل اللي احنا لسه عمالين نلف حوالين قضيه الدعم والانبوبه النهارده والبنزين، طب العيش، طب مش عارف، في الدايره المغلقه الجهنميه اللي احنا فيها دي. وطبعا بقى ايه بقى الدعم وبتاع، يلا بقى خلف عيالي واضرب وارمي في الشارع وبتاع، يعني ما بقاش فيه تحمل، ما فيش تحمل مسؤوليه. تاخد حاجه، اجيب لك رغيفين للعيال وبتاع ب5 صاغ وبتاع، والله خلف 10 عيال، وهي يطلع يقول لي يا رئيس الوزراء مش عارف انا عندي 7 عيال مش عارف اصرف عليهم، يعني مش عارف ايه ليه، يعني ليه كل مواطن فاكر ان الحكومه امه او مطالبه انها تصرف عليه؟ لا، مش دي وظيفه الحكومه على فكره، او وظيفه الدوله انها تبقى امك ترضعك وتغير لك وبتاع، لا، مش دي وظيفه الدوله خالص. لكن خلاص بسبب موضوع الدعم اتزرع في دماغهم ان الحكومه او الدوله امه، هي اللي لازم تصرف عليه، مع ان العكس هو صحيح على فكره، المواطن هو اللي بيصرف على الدوله من خلال الضرائب يعني. لكن هنا الامر انقلب ان الدوله بقت هي اللي تصرف على المواطن، امه فعلا يعني. درجه السجاير مدعمه يعني مش قادر افهم، يعني هي دوله بتدعم السجاير للمواطنين، مش عارف يعني، وصل الامر الموضوع مضحك يعني. يعني بصراحه انا لو اختشوا، يعني يجب حتى تختشوا على دمكم. وايه طالبه لا والفقراء، وبعدين هتفضلوا انتوا تتكلموا على الفقراء، ما هو الفقراء طب وعملنا ايه؟ ما هو الدعم استمر والفقراء فضلوا فقراء برضه زي ما هم، حد والبلد حالتها اتنيلت. بلاش يعني زي الناس عماله دماء الشهداء، ده برضه ايه؟ عرق الغلابه والفقراء، الناس عماله دماء الشهداء والتانيين بيتاجروا بالعرق الغلابه، ادي اللي كلها افرازات، سوائل حيويه بيتاجروا بيها. فكفايه ارجوكم يعني عشان خاطر، معلش تعالوا على نفسكم، بلاش لا حامدين بلا زفت، واتكل على الله كده على السيسي، على رمز النجمه، علم صح وخير، خير هيحصل خير، او على الاقل هيبقى افضل من المتاح الان على الاقل. انما حامدين يعني تاكد انك رجل احمق، لو رحت وصوتت لحمدين فتاكد ان انت مهما ادعيت من تعليم وشهادات وقرف فانت تاكد ان انت رجل احمق. بس ده اللي عندي ان انا اقوله بالنسبه لشخصيه حمدين ومساله ترشحه. وامنيتي ان بعد الهزيمه ان تكون هزيمه مذله دي، بحيث ان احنا يعني ما نشوفوش تاني، يقعد بقى في البيت سشوار بتاع، يعمل شعره برضه، يشوف له 5 6 على القهوه يدفعوا له المشاريب، ويقعد بقى يكلمهم عن نضاله وبتاع، وينتهي على كده. ده املي يعني ايه. انما السيسي، مكسب السيسي انه سيكتسح، فده خلاص اصبح محسوم. وشكرا لحسن